خلص المتعة والإبداع في دوري الأبطال ورجع للدوري الإنجليزي علشان يكمل العظمة اللي بيقدمها. الملك صلاح بيصنع هدف عالمي رايان جرافنبرخ بطريقة ضربت كل دفاع ايفرتون الصعب جدا واللي مش سهل انك تخترقه، وخصوصا في الديربي. فخلونا نشوف مع بعض اللي عمله صلاح واللي خلى إيزاك مهاجم ليفربول الجديد يسيب الإحماءات ويقف يسقف له في لقطة للتاريخ. في البداية خلونا نكسب ثواب الصلاة على سيدنا محمد. حط اللايك الجميل بتاعك واللي بيشجعنا نستمر، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. ليفربول أخيرا بيكسب في الوقت الأصلي من غير ما يدخلنا في دراما أو إكسترا تايم. أداء ناري في الشوط الأول واللعيبة ريحت شوية في الشوط التاني، بس بالرغم من كده الحسم جه من الأسطورة محمد صلاح وصناعته للهدف الأول. صلاح اللي زي ما عمل في دوري الأبطال في أول 6 دقايق وبيصنع هدف عالمي روبرتسون، رجع النهاردة في الدوري في الديربي المفضل ليه واللي دايما بيصنع أو بيسجل فيه وبيكون ليه البصمة، وصنع أول أهداف الليفر بشكل خرافي. من فوق الدفاع بيحط الكرة لجرافنبرخ على الواقف وكأنه بيعزفها مش بيبصيها، وجرافنبرخ بيعلي عليه وبيجيب جون جامد قوي من لمسة واحدة وبيحطها وبيقول لبيكفورد ما تحاولش، صعب عليك دي. جرافنبرخ اتحرك صح، خلص صح، وجاب جون صعب جدا ما يسجلوش غير مهاجم تقيل. بس اللي عمله لاعب وسط ليفربول يدرس الصراحة، واللي زود جمال اللقطة ان إيزاك ما قدرش يمسك نفسه، وقف يسقف لصلاح كأنه بيقوله انت بتلعب في كوكب تاني يا ملك. الفرق واضح، جرافنبرخ خلص الهجمة انما فيرتس كان غالبا هيستلم ويلف ويقتل الفرصة دي زي العادة، وده اللي يخلي قرار سلوت انه ما يبدأش بيه كان صح. وهتصدقني لما تشوف اخر لقطة اللي هنتكلم عليها في اخر الفيديو واللي عمله صلاح وضيعه فيرتس. المهم الهدف التاني بيجي من إيكيتيكي اللي أثبت إن وجود مهاجم حقيقي بيترجم البينيات لأهداف هو حاجة افتقدها ليفربول مع داروين نونيز. تمريرة سحرية من جرافنبرخ وإيكيتيكي خلصها بكل ثقة وكتب النهاية. 5 مباريات و5 مساهمات للكينج صلاح. لكن اللي عمله صلاح في آخر المباراة وتحديدا في الدقيقة 70، إيفرتون كانت عادل مع ليفربول بهدف جميل قوي والمباراة صعبت وفرق هدف وإيفرتون يتعادل. فاللي عمله صلاح في اللقطة دي خطف أنظار كل الصحف الإنجليزية واللي اتكلمت عن اللقطة دي، واللي لو سجلها فيرتس كان ليفربول كسب بنتيجة 3-1 مرتاح، وأرن سلوت ما كانش هيقعد يحسبها كتير لآخر المباراة. المهم هجمة مرتدة من لعيبة ليفربول بدايتها كان لعيبة إيفرتون ببساط كتير قوي حاولوا يوصلوا للجون، وكيرتس جونز البديل قطعها وراحت لسوبوزلاي اللي بصاها لصلاح، والملك خد الكرة في المساحة وجري بسرعته وبص ولمح فيرتس ولعبها له وحطه في مواجهة الحارس بيكفورد. وكالعادة فيرتس بدل ما يشوط على الجون على طول زي ما عمل جرافنبرخ، لا طبعا ازاي بيرجع الكرة او بيرقص، وده اللي عمله. هو اتصرف فيها حلوة قوي وبمهارة، لحس فيها مدافع ايفرتون نجيلة الملعب، لكن تاركوفسكي لحقه ومنعه وشال الكرة من قدامه في اخر لحظة، مع ان فيرتس كان ممكن يتصرف فيها اسرع واحسن من كده وبلمسة واحدة يحطها في الزاوية القريبة ليه بكل قوة واتقان. لكن في النهاية الديربي خلص بفوز ليفربول، وصلاح كالعادة بيمتع جماهيره وبيتألق دايما. فخليك متألق زي صلاح وما تنساش لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس وسمعني صوته علشان انا نسيت افعله. يلا سلام. Let's go, the boys. Come on. Come on, come on, let's go.